مصري أبوه رباه على حب اللي ما يتسموش وعمل اللي ما يتعملش عشان يبقى جندي منهم. ده بشوي أشرف، وأعتقد معظمكم عارفينه، ولو مصادفش إنكم شفتوه قبل كده فهو ولد أشبه بنبت شيطان انتشر فجأة في كل مكان بسبب قصة خيانته لبلده. أصله قالها بعضمة لسانه: أنا بحب تل أبيب ومستعد أموت علشانها. زمانك بتقول إيه الجرأة دي كلها يا أروى؟ هقولك استنى، ده التقيل كله لسه جاي. بص يا سيدي، شنودة ده طفل صعيدي شاف المر من بدري حسب كلامه. شنودة خرج يشتغل من وهو عمره 3 سنين في ورش النجارة، وبالرغم من إنه كان بيشتغل إلا إن فلوسه دي ما كانش بيصرفها على نفسه، ده بابا كان بياخدها منه وهو صغير، ويا ريت كان بياخدها بالذوق، لأ، ده كان بياخدها بعد ما يديله علقة سخنة كل يوم. شنودة بيقول إنه كان متكفل بكل مصاريفه من صغره ولحد ما كبر، ولأن الحال ما كانش أحسن حاجة في الصعيد فقرر إنه يخرج من سجنه هناك ويروح شرم الشيخ عشان خاطر يحسن من حاله ويتحرر من سجنه. وفعلا أول ما عرف عن شغل موجود في شرم الشيخ ما كدبش خبر وطلع يجري على هناك، ومن هنا بقى هيتبدل الحال على الآخر. تسمع بقى وتقطق ودانك. بشوي لما بدأ شغله وفتح صفحة جديدة مع نفسه، ربنا فتحها عليه من كل ناحية، لدرجة إنه اتعرف على بنت من اللي قلبك يحبها وعينك ما تقدرش تبعد عنها. البنت دي اسمها نيكولا، وكانت من ولاد العم، وطبعا بشوي ما قدرش يقاوم جمالها، شاب برضه، وحصل اللي حصل بينهم مقابل $150 ادتهم البنت ليه. يعني شوف، حتى لو الولد كان بيقاوم نفسه البنت سهلت ليه الامور على الاخر ودفعت له فلوس عشان تحسم الحرب اللي جواه. بنت جنيه بصحيح. الغريب ان الليله دي ما عدتش بالسهل خالص، دي زي ما تكون الفرصه اللي كان مستنيها شنوده جات له على طبق من دهب. وبان هنا اللي ما كانش متوقع من شاب مصري صعيدي اصيل جدع. تخيلوا، ده طلب منها يتعرف على ضباط إسرائيليين، وفعلا نيكولا البنت اللي اتعرف عليها سهلت له الطريق على الآخر وعرفته على طريقة يتواصل بيها مع الجنود الإسرائيليين من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. وهنا بقى اتكشف كل المستور، وظهر حب شنودة لإسرائيل زي الشمس في عز الظهر، وبدأ يطلع صور الجنود الإسرائيليين ويحاوط نفسه بيهم في كل مكان. ده غير حبه وإعجابه بسفارة إسرائيل ومحاولاته المتكررة بالسفر ليها. ولأنه معرفش يعمل ده في مصر، قرر يسافر السودان عشان يروح لجنة الله في نظره، وده حسب اعترافاته بعد الثورة سنة 2014. بشوي كان عنده استعداد يعمل أي حاجة عشان يروح لولاد العم، لدرجة إنه اشتغل نجار في السودان مقابل 150 جنيه في اليوم. ولما قرر يروح السفارة الإسرائيلية في السودان عشان ياخد التأشيرة، اتقبض عليه بتهمة التخابر وتم اعتقاله 3 أيام، واتسحب منه الباسبور المصري. وأثناء سجن شنودة في السودان، ولما لقى إنها كده كده خربانة، راح راسم نجمة داود على جسمه كدليل على حب إسرائيل. وبعد شوية تم الإفراج عنه ورجع لمصر من تاني، بس حب ولاد العم كان عشش جوه قلبه، فقرر إنه يحاول أكتر وأكتر عشان يروح ليهم. أبوه لما عرف كده راح بلغ عنه وراح يقول للشرطة: أنا ابني بيحب إسرائيل. وما بقتش عارف أعمل معاه إيه من ساعة ما عرف البنت إياها، وهو عمال يتكلم مع ولاد العم ليل ونهار، والله أعلم اتحول لجاسوس ولا لسه. أنا بلغت عن ابني عشان بحب بلدي وما استحملش عليها الهوا الطاير. وفعلا اتقبض على شنودة، ولما اتمسك لقوا نجمة داود مرسومة على ايده، ده غير قاموس اللغة العبرية اللي كان ملازمه عشان يتعلم لغتهم، وصور الجنود الإسرائيليين اللي مالية الكمبيوتر بتاعه. الغريب ان شنودة لما اتواجه بكلام والده عنه أثناء التحقيق معاه ما أنكرش، بالعكس ده صدق على كلامه وقال: أنا بحب إسرائيل ونفسي أكون جندي إسرائيل ومش خايف من الموت ومستعد أخد إعدام في سبيل إن أحقق الحلم ده، وكنت بعمل أي حاجة عشان أوصل لإسرائيل، حتى لو هروح ليها من خلال الأنفاق اللي موجودة في سينا تحت الأرض. بس الأمور ما مشيتش طبيعي، وسبحان الله اتقلب السحر على الساحر. واعترف شنودة إن باباه هو اللي زرع جواه حب ولاد العم، وكان دايما بيحكي له على بطولاتهم وإن إسرائيل هتنتصر في النهاية وقد إيه العيشة صعبة في مصر. أما بالنسبة بقى إن بابايا بلغ عني، فهو بلغ عني بسبب الخلافات اللي بينا، لأنه هو ما بيصرفش عليا. اللي يصدم بقى إن أخو شنودة طلع يدافع عنه واتهم والدهم بإنه بيعاني من اضطرابات نفسية، بس كل ده منفعش لأن المتهم نفسه معترف على نفسه. وزي ما حضراتكم شايفين، احنا واقفين قدام شاب مصري المفروض انه اصيل، بس نقول ايه، ميول الاجرام اتغلبت عليه لما قرر يتبع استراتيجيه: الغدر بيجري في دمي حتى لو هبيع عمري.